العمل يعود إلى مشروع محطة كهرباء الدبس الغازية غرب كركوك. الملاكات الفنية تحقق تقدما في وحدتين متوقفتين منذ العام 2007، ووفقا للمعنيين تصل طاقتها الإنتاجية إلى 320 ميجاوات. حاليا العمل متقدم جدا في وحدتين بمقدار 160 ميجاوات للوحدة الواحدة. ترفد الشبكة 320 ميجاوات وتشتغل على 3 أنواع من الوقود، الغاز والغازويل والوقود الثقيل. أما الوحدتان التي تلكأت في إنجازها الشركة المنفذة منذ عام 2015 تعمل وزارة الكهرباء على سحب العمل منها، في وقت تشير الحكومة المحلية إلى أن محطة الدبس ستغذي المنظومة الوطنية بما يدنو من 700 ميجاوات. اللي أحيلت لها عملها جيد ومتقدم ويمشي ويسير بطريقة جيدة، كون الوزارة هي التي تقوم بالتنفيذ. لكي نحرك عجلة الاستمرار قمنا بالتبرع ب3 مليار لشراء المواد. إذا تريد تحسب المحطتين سيكون لديك 640 ميجاوات. ويتكون مشروع محطة كهرباء الدبس من 4 وحدات توليدية، الواحدة منها تنتج 160 ميجاوات. ومن المؤمل أن يدخل المشروع إلى الخدمة في العام المقبل ليضيف طاقة تعزز المنظومة الوطنية، وبالتالي ترتفع حصة المواطن من الكهرباء التي يعاني من شحتها في فصل الصيف والشتاء. من داخل مشروع محطة الدبس الغازية، محمد صغير، العراقية الإخبارية.